ركزي على الحاجات اللي انا هقول لك عليها دي ويا ريت تنفذيها. حاجات صغيره في الشعر والميك اب ممكن يبوظ اليوم ويبوظ فرحه العريس ويعكنن على العريس قبل ما تخش على الكوشه. جربي اللوك مع صحابك قبل الفرح. ما تجربيش منتجات جديده زي مثلا روج معين، كريم معين، عايزه تجربيه جربيه قبل الفرح. وانت بتعملي الميك اب خليكي لابسه بلوزه واسعه عشان لما تيجي تغيريها وتلبسي فستان الفرح الميك اب ما يخشش في بعض. خلي معاكي شنطه صغيره تدوري، روج صغير، منديل، على لزوم البوز بقى والاحضان. ما الميك اب ارتست اول ما هتخلصي هتمشي وتسيبك على طول. جربي سبراي التثبيت قبل الفرح بيوم ولا حاجه. اتاكدي ان الطرحه ثبتها كويس قوي علشان ما تتزفلطش وقت الفرح. ما تخليش الكوافير يفرض سيطرته على الذوق اللي هو عايزه مش اللي انت عايزاه. بس اهم حاجه تبقى انت مقتنع باللوك الجميل اللي تظهري بيه قدام الناس. جربي الميك اب في اضاءات مختلفه علشان اضاءه الميك اب ارتست بتكون مختلفه عن الاضاءات الطبيعيه. لو عندك حساسيه في عينك حطي القطره قبل ما الميك اب ارتست تشوف شغلها. خلي معاكي كليبسات زياده لزوم الشيء ممكن بنسبه 1% تحتاجيه. لو في اي حاجه انا ما قلتهاش يا ريت تكتبوها في الكومنتات. لو عجبتكم الحلقه وعايزينها نكمل اللايك والشير. سلام.